بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعين التالتة شمال في كل مكان. معاكم أخوكم أبو يوسف. قبل ما نبدأ حلقة النهاردة هنبارك للحكم محمد معروف بمناسبة حصوله على جائزة رجل المباراة. أيوة، معروف خد رجل المباراة. بس يا ريت اللي مشتركش في القناة يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصلوا كل جديد، وما تنسناش في اللايك والشير. على صخرك حافر بطولاتك يا كيان يا عظيم، طول عمرك قاعد على عرشك من قدك مين، ولا يقدر شيء انه يهزك كلنا عارفين، وكفايه نقول يلا يا اهلي واحنا واثقين. قبل ما نبدأ يا ريت نصلي على حبيبنا وشفيعنا سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. محمد معروف عمل معروف، محمد معروف عمل معروف في نادي الزمالك. في الشوط الأول محمد معروف طرد محمد عواد. طبعا بعد ما طرده انا كان شيء الهي كده، ما كنتش مطمن او مش مرتاح. كنت عارف ان الاتصالات هتكتر بين الشوطين، وعارف انه هينزل الملعب لازم يبوظ الماتش، ولازم زي ما عمل في الزمالك يعمل في البنك الاهلي. يا كده يا اما يلبسوه الجلابيه نظيفه ويقعدوه جنبه. محمد معروف بعد ما شفنا حتى هو واقف بيراجع الكوره بتاعت محمد عواد، حكم الفار كان بيقول له دي توقعات ان هي لا تستدعى ان هي تاخد بطاقه حمراء. محمد معروف عمل له كده، يعني خلاص مش هينفع، يعني هتبقى باينه للناس. يقوم بقى يعمل ايه؟ يطلع بقى بين الشوطين ياخد دش محترم، عشان هو كان بس مطرب شويه، فادوله دش وظبطوه. جاله شويه تليفونات وقالوا له حكام الاحتواء وروح البروتوكول لازم تبدا بدري. حكام الاحتواء وروح البروتوكول لازم تبدا بدري. ما هو ما ينفعش ان الزمالك يبقى المباراه دي اول مباراه ليه يكسبها. ما ينفعش يا جماعه. الزمالك ما ينفعش يتعامل معاه كده. الزمالك ما ينفعش يتعادل كل ماتش، لازم يكسب. فبعد ما خد الحقنه اللي هي بتاعت لهيطه في الفيلم بتاع محمد صبحي، وكان اسمه زيزو برضه، لازما بعد ما ياخد الحقنه ينزل بقى في الشوط الثاني بالظبط 4 كروت صفراء لنادي الزمالك خدوهم نادي البنك الاهلي. انطرد واحد من الزمالك، لازما ينطرد واحد من البنك الاهلي. هي دي المعادله يا جماعه، عشان الكون ما يختلش. لازم هي دي المعادله، واحد انطرد من هنا لازم واحد انطرد من هنا. يعني انا راضي ذمتكم، ينفع ان البنك الاهلي يبقى اكثر عددا من الزمالك؟ طب تيجي ازاي؟ ده حتى ما يرضيش ربنا. تيجي ازاي؟ الحاجه يخش النار على طول. وبعدين يعني الحاجه الغريبه، انا نفسي اعرف يا معروف، يا اللي انت اساسا مش معروف غير للزملكاويه بس، الطرد ده بناء على ايه؟ انا نفسي حد يقول لي محمد فتحي عمل ايه عشان ينطرد؟ الراجل ولا تدخل ولا عمل اي حاجه، والملعب عادي والكره شغاله والدنيا جميله، وفجاه اللي هناك بتدوا له الانذار الثاني وهوب طرد، حتى ما كانش في حد من الزملكاويه جنبه. ليه؟ ايه السبب؟ هو خلاص بقى كده الفجر باين علني، بقى فجر علني. يعني هو كده، واللي مش عاجبه يخبط دماغه في الحيط. لا انا هطردك، هي بالمزاج، بتمشي بالمزاج. رحت اديت انذار لعبد المنصف، رحت جاي رادد عليه في الشوط الثاني برضه للبنك الاهلي. ايه يا عم؟ ده انت بتنفذ اللي اداهولك، بص بحذافيره، والله بتنفذه بحذافيره. يعني مش للدرجه دي، ده احنا لو جبنا واحد كفيف ما بيشوفش
هيعرف ان انت بتطبق المطلوب منك بالظبط. انا اديت 4 انذارات صفراء هنا، يبقى لازم البنك الاهلي ياخد 4 انذارات. انا اديت طرد هنا للزمالك، يبقى لازم طرد هنا في البنك الاهلي. انا اديت انذار هنا لعبد المنصف، يبقى لازم برضه انذار هنا للجهاز الاداري بتاع البنك الاهلي. ايه يا جدع في ايه؟ هو انتوا للدرجه دي يا ناس خلاص مفيش المخ بتاعكم ده خلاص عايز صنفره ونقطتين زيت كده عشان يشتغل ولا ايه؟ والله العظيم انتوا ابيض، والله انتوا ابيض، وانتوا اساس الفساد في الدوري المصري. الاتحاد المصري هو اساس الفساد في الدوري. الاتحاد، لجنه الحكام اساس الفساد. ما تبصوا تشوفوا الحكام التانية بتعمل ايه؟ اللي بيروح يطلع يحكم في كاس العالم للمنتخبات، واللي بيطلع يحكم في كاس العالم للانديه. ايه يا جدعان في ايه؟ انتوا في ايه؟ هي الحكام المصريه دي هتفضل في مزبله الدوري، ولا هتكون الحكام المصريه دي في مزبله الرياضه العالميه عامه؟ ما حدش يعرفها، ولا هتنضفوا ولا هتطلعوا من اللي انتوا فيه. والله الحكام هتفضل في المستنقع اللي هي فيه، ما هتطلع منه. والرياضه المصريه عامه، الرياضه المصريه انتوا اللي بتبوظوها، من اتحاد للجنه حكام لحكام. انتوا اللي بتبوظوا الرياضه في مصر. ارحمونا شويه. زمالك يكسب، بيراميدز يكسب، بنك الاهلي يكسب، زفت الطين يكسب، اي حد يكسب، بس تمشوا بالعدل. انتوا هتتحاسبوا على كده، والله لا تتحاسبوا. ده ظلم. هو انتوا فاكرين ان الظلم بس اللي ربنا بيحاسب عليه هو ظلم الميراث؟ اللي ضحك على اخوه، اللي ضحك على اخته، اللي ضحك ده، لا مفيش الكلام. الظلم في كل حاجه. انت لو ظلمت واحد حتى بالكلام، لو قلت فيه اللي ماهوش فيه، ده ظلم وبتتحاسب عليه. انتوا فين؟ انتوا بتعرفوا تحطوا راسكم على المخده كده وتناموا ازاي؟ انا مش فاهم يا عم. طب اعمل اي حاجه يعني، خليك ذكي شويه يعني، خلي عندك نسبه ذكاء حتى 1%. الله وكيل انت اللي زيك محتاج يروح يعمل اختبار قدرات او اختبار ذكاء. انتوا ايه يا جدعان في ايه؟ كلم واحد من لاعيبه الزمالك. انت ما شفتش فاروق جعفر ورضا عبد العال؟ بني ادم مريض وراخر، الله وكيل. طلع قبل كده قال لك الحكم كان بيجي وانا في الزمالك، كان لسه بيلعب في الزمالك، خد تعالى هنا ويزعق فيه، خد تعالى هنا، ويروح جاي مقرب منه يقول له خش ال 18 والمنافسه عشان يديله ضربه جزاء. وفاروق جعفر قالها برضه قبل كده، كان الحكم يساله عايز ضربه جزاء ولا طارد؟ كابتن فاروق جعفر برضه قالها. فانت فين بقى يعني؟ اعمل زيهم. تعالى كده على واحد زي زيزو ولا شيكابالا، قول له خش بس جنب محمد فتحي كده واخبطه كتف عشان تعرف تطلع انذار طرد تبقى مبلوع. انما انت مطلع انذار طرد ليه؟ ليه انذار طرد كده واللاعب واقف لوحده وما اتكلمش؟ احنا قررنا ان شاء الله هنجيب المفتش كرومبو عشان يبحث عن الموضوع ده، يشوف لنا الراجل ده عمل ايه عشان ياخد طرد. اصل هو ممكن يكون عمل جريمه فعلا، يعني ممكن الراجل ده يبقى تكون مصيبه سوداء وفكر ان هو يعدل التيشيرت بتاعه ولا حاجه عشان كده اتطرد. هنفضل في الفساد الرياضي، مش هننضف. هنفضل احنا، العالم كله بيتكلم عن الرياضه المصريه، العالم كله بيتكلم عن الرياضه المصريه. الاهلي بيحارب الفساد وبيحارب الحكام وبيحارب اتحاد الكوره، بيحارب كل حاجه في مصر، ومع ذلك برضه دايس على الكل، دايس على وشكم كلكم. خلوها بقى تبقى منافسه شريفه، الحكام تنضف، على الاقل يجي لكم فرصه ان انتوا تطلعوا تحكموا بره. احنا ليه بنعمل كده؟ ليه بنطلع نجيب حكام من بره؟ ليه احنا نطلع نجيب حكام من بره؟ الدولة الوحيدة اللي بتطلع تجيب حكام من بره في ماتشات القمة. هو ده اساسا مش موصل لكم اي حاجة خالص؟ مفيش، لا اسمع لا ارى لا اتكلم. احنا بنطلب حكام عشان في هنا حكام عندها انتماء وفاسدة. والله حكام عندها انتماء وفاسدة، زي اللي شفناه النهارده كده بالظبط. ايه اللي حصل؟ فيها ايه لما الزمالك يكسب؟ 1 و2 و3 و4، ما فيهاش اي مشكله ان الزمالك يكسب، بس يكسب
بالتحكيم النظيف، مش التحكيم المطرب اللي بيطلع ياخد دش بين الشوطين وتجيله الليسته اللي هينفذها وينفذها بحذافيرها. يا كده يا يقعد جنب امه في البيت. يا اخي انت تقعد جنب الحاجه في البيت هيبقى اكرم لك، والله هيبقى اكرم لك، بدل ما تبقى في الاخر كده دلدول. لما تبقى قاعد جنب والدتك في البيت احسن ما تكون دلدول. والله اصل هو الحكم ما هو الا شخصيه، وانت بسم الله ما شاء الله معدوم الشخصيه، مفيش شخصيه خالص. الحكم يا جماعه لازم يكون شخصيه وشخصيته قويه على اي لاعب وعلى اي لجنه حكام. مش عاجبه يمشوه مش مشكله، بس انت هتتحاسب على كده، ان هم مشوك عشان انت ما رضيتش تطبق اللي هم قالوا عليه. يا اخي يكفي ان العالم كله هيحترمك، سواء الاهلي او الزمالك او اي واحد في الشعب المصري من مشجعين الرياضه هيحترموك. انما انت ايه؟ انت ايه؟ احنا كاهلاويه اللي هو الاهلي في دمنا وبيجري في دمنا. لما حد من الاداره او من الجهاز الفني او من اللعيبه بيخطأ بنقول ان ده غلط ولازم نتحاسب. طلعنا هنا واتكلمنا، احنا بنحب النادي الاهلي، بس ده ما يمنعش ان لو في اي اخطاء الاهلي عملها بنتكلم فيها. طلعنا اتكلمنا على قبل كده على موقف حسين الشحات مع الشيبي وقلنا يستاهل العقوبه اكتر من كده. طلعنا اتكلمنا على الصفقه بتاعت انطوني موديست وقلنا ان كولر لو هو اللي جايبه او هو اللي صمم عليه يتحاسب، مع ان كولر مدير فني بسم الله ما شاء الله، ده راجل بيلعب بالبيضه والحجر، راجل جاي يدرب الاهلي. انا كنت اتمنى مدير فني زي ده من سنين عدت ما يمسكش قايمه اللي هم 11 لاعب يدانه يلعب بيهم لحد ما يخلص عليهم، لا ده عنده التغيير، عايز يخلي اللعيبه كلها في فورمه واحده وكلنا بنشيد بيه. بس ده ما يمنعش انه لما يغلط او يخطأ يتعاقب. قلنا اصلها مش سايبه مش تكيه. لما اتكلمنا على امير توفيق مدير التعاقدات في الاهلي قلنا قبل كده لو هو اللي جايبه يتعاقب. مدير لجنه الكره في الاهلي لو هو السبب يتعاقب. احنا قلنا كده. لو الكابتن محمود الخطيب نفسه هو اللي جايبه يتحاسب. هو ده حب الكيان. انت بتحب ناديك او انت زملكاوي يا محمد يا معروف بتحب ناديك يكسب بمجهوده، على الاقل هتبقى مطمن عليه وهو بيلعب في افريقيا. ما هو مش هياخدك معاه في الشنطه بتاعته وهو رايح افريقيا بالعقل كده. هو مش هياخدك معاه وهو رايح يلعب في افريقيا او في الكونفدراليه، او لو ربنا كرمه ولعب الموسم ده وكسب بطوله افريقيا ووصل لكاس العالم للانديه، مش هياخدك معاه، على الاقل هيشرفك وهيرفع راسك. انما انتوا كده عاملين بالظبط زي الطالب اللي يبقى داخل الابتدائي ليه واسطه من اول الابتدائي لحد الثانوي، وهو الامتحانات بتخش له غش في غش في غش في غش. اول ما بيتخرج بسم الله ما شاء الله بيكون مفيش اوسخ من كده. هيعمل ايه بعد كده؟ بعد ما بيعدي الثانوي ويخش كليه هيعمل ايه؟ هتروح له انت بسلامتك عشان تغششه هناك؟ والله ما هتعرف، وهتبقى انت السبب في اللي هو فيه. هو كده بالظبط. دي لجنه الحكام، لجنه بتخاف مرعوبه شخة على نفسها، ومعرفش ده كله ليه. ده كله ليه؟ هو مش بالسرقه والله. هتاخد بطوله بالسرقه؟ مش بالسرقه. ارحمونا، ده احنا قرفنا من الكوره بسببكم. اقسم بالله احنا زهقنا من الكوره المصريه بسببكم. الناس كلها، انا عندي استعداد اروح اتفرج على الدوري التونسي والدوري المغربي ولا اتفرج على الدوري المصري بسببكم. ده انتوا طهقتوا الواحد في الكوره.